من هنا من ملعب السابع من نيسان من عاصمة الثقافة الإسلامية من محافظة حلب، المدينة أو العاصمة الصناعية للجمهورية العربية السورية. نحن معكم أعزائي المشاهدين على صفحة أكاديمية الريشي للاطلاع على التجهيزات وآخر التجهيزات لفئة أشبال هذه الأكاديمية التي تشارك كممثلة لمحافظة حلب لتخرج من هنا إلى عروس البحر الأبيض المتوسط مدينة اللاذقية. طبعا سيكون وإيانا الكابتن بكري الريشي المدير التنفيذي لأكاديمية الريشي. كابتن بكري مرحبا. اهلا وسهلا فيك كابتن، بس خلينا على اطلاع على التجهيزات الفنية والإدارية. طبعا كلتنا شايفين انه نحن تقريبا صرنا ما حوالي شهر كامل عم نتجهز للبطولة اللي تقام بمدينة اللاذقية. طبعا البطولة راح تقام بالمدينة الرياضية. طبعا راح نلتقي مع ناديين كبار، هن نادي الطليعة نادي كبير ونادي بانياس. طبعا الأندية وصلانة لهي المرحلة أكيد معناتها عم يشتغلوا على القواعد ومتطورين. نحن اليوم عم نشتغل كأكاديمية، وإن شاء الله يكون في لنا تمثيل لمدينتنا هي مدينة حلب. طبعا كلتنا عم نشوف إنه عم نمر بظروف صعبة. اليوم تلقينا خبر انسحاب نادي الاتحاد ونادي الحرية، طبعا ناديين كبار لفرق الناشئين. نحن اليوم تحدينا حالنا وتحدينا الظروف اللي عم نعيش فيها. إن شاء الله طالعين لمدينة اللاذقية ونخوض التصفيات اللي موجودة مع الأندية. طبعا نادي الطليعة بنرجع نقول نادي كبير، ونادي بانياس طبعا نادي كبير، وكل نادي عم بيمثل محافظته. شكرا لك كابتن بكري وشكرا لمشاركتك في استعداداته للمشاركة غدا أو بعد غد في البطولة النهائية أو الأدوار النهائية لأبطال المحافظات، ويذهب كما ذكرنا إلى عروس البحر الأبيض المتوسط مدينة اللاذقية. طبعا للحديث بقية أيضا مع الكابتن محمد أبو سميرة، هو المدير الفني لهذه الفئة، فئة الأشبال كما ذكر كابتن. بس خلينا على اطلاع على الشق الفني للجاهزية البدنية والصحية للاعبين. أول شيء أهلا وسهلا فيك وشرفنا بتمرين الأشبال. الحقيقة الأكاديمية أكاديمية الريشي يعني متميزة بكل شيء حاليا بالأمور التنظيمية والأمور الفنية. أنا استلمت الفريق من حوالي 25 يوم تقريبا. كانوا مع كادر قديم الله يعطيهم الف عافيه، عم نكمل شغل الكادر القديم. طبعا كل الحب لهم والشكر. وكان الكابتن احمد كلزي عم بيشتغل على الفريق بدنيا، وصلان معهم يعني لمرحله 70% لنقول نحن. وهن عندهم استحقاق مثل ما بتعرف الدور الثاني من تجمع اشبال بطوله سوريا. التجمع عم بصير باللاذقيه مع لاعبتين عندنا مع نادي بانياس ونادي الطليعه. الصراحه نحن يعني ما لنا داخلين لحتى يعني نصرح نقول فريقنا ممتاز. نحن هلا الارض الواقع هي الملعب. فئه الاشبال مثل ما انت بتعرف فئه مفاجآت وحاله نفسيه. الحاله الفنيه عند اللاعبين مقبوله، يعني ما هي جيده جدا مقبوله. الكادر الكابتن احمد كلزي كان عم يشتغل عليهم بدنيا. صرنا 25 يوم عم نتمرن يعني بفتره تجميع. يعني بتعرف انت صار في نتائج تاسعه وصار في كان امور دراسيه وامور خارجيه. اي لا الحمد لله رب العالمين. صار لهم الفريق ملتزمين تقريبا 10 ايام التزام كامل. نحن بنتامل من رب العالمين خير. الاكاديميه ما قصرت بشيء، اداره الاكاديميه ما قصرت بشيء معنا. الامور اللوجستيه كلها امنت لنا اياهم، ملاعب، امور فنيه، علاجات لاعبين المصابين، حاولوا يستقطبوا اللاعبين اللي كانوا عم يغيبوا ويرجعوهم على التمرين، وبنتامل خير من رب العالمين. الله يعطيكم الف عافيه. الجاهزيه الصحيه ما في عنا الحمد لله. عنا اصابتين خفيفات ان شاء الله. هلا نحن بفتره معالجه اللاعبين، وباذن الله الفريق جاهز. يعني عنا اعمار صغيره، نحن ما عم نشارك باعمار كبيره. يعني انه الحد اللي هو 2010 نحن اعتمادنا على 2011 و2012، يعني هن نواه الفريق. كويس. ان كنا نطلع على موضوع اليوم، انت طالع من هون وصيف حلب تماما.
وطلع على ناديين كبار، ومثل ما اطلعت انت نادي الحريه ونادي الاتحاد انسحبوا من البطوله. تماما تماما فانت اليوم كاكاديميه الريش ممثل حلب، تماما. اللعب اليوم ما هي بالاكاديميه، اللعبه عندك. هل الفريق وانت جاهز لتصل الادوار النهائيه ان كان تخطينا من محافظه اللاذقيه وذهبنا لدمشق؟ هلا نحن اللي ما عنده طموح لا يشتغل بالرياضه، اللي ما عنده طموح لا يشتغل، ونحن عم نشتغل، اصبنا او اخطانا عم نشتغل بضمير. للامانه يعني الكابتن بكري ريشي والكابتن احمد كلزي كانوا مشتغلين شغل منيح على الاولاد. يعني انا جيت اضفت اضافات بسيطه يعني اللي هي الامور الفنيه لا اكثر ولا اقل، والحاله الانضباطيه اشتغلنا عليها. ما لنا مشاركين كضيف شرف، هي واحد. ونفس الوقت نحن ما بدنا نحط ضغط على اللاعبين ونشيلهم اكبر من طاقتهم، نتامل خير من رب العالمين. شكرا كثير لك كابتن حبيبي محمد. حبيبي. شكرا لك. طبعا كما اوردنا الكابتن والمدير الفني لأكاديمية الريشي، أو عفوا المدير الفني للفريق أشبال أكاديمية الريشي، الفريق الذي يشارك ويمثل هذه المحافظة الجميلة، محافظة حلب. سنكون معكم وإياكم في البطولة لإيرادكم بجميع نتائج أكاديمية الريشي في الأيام القادمة في المشاركات وفي اللقاءات. طبعا أكاديمية الريشي كما ذكرنا هي الأكاديمية حديثة الولادة، ستلعب اليوم مع قطب حماة وهو نادي الطليعة، النادي الكبير بحجمه، وسنلعب وإياكم أيضا مع بانياسي طرطوس. هل سيكون لنا صوت كما كان لنا صوت في محافظة حلب؟ طبعا نحن نأمل الله. شكرا لكم أعزائي المشاهدين لحسن هذه المتابعة.